هذا المعنى المملوك في الميثولوجيا على خليفة الإحساس في الحقيقة. يعيشون مكان معين، هم طبعا كان الرجل مهم يطلع على الصيد، يعني يطيب شهرين يجيب يعني كل شيء يصيد ولهم شيء بس كان اساسا كلام مع الطبيعه الاولى في مستوى اعلى، ويقتضي انجاز ثوره علميه جذريه هي ابطاء المعاني عليها عبر الطبيعه الثالثه. هي طبعا هي تداخل بين الطبيعه الاولى والطبيعه الثانيه. طبعا وقت قلنا لكم الطبيعه الاولى الانسان ما دخل فيه، والطبيعه الثانيه الانسان هو اللي نشاها. الطبيعه الثالثه هو الانسان قام يعني هو زرعه صاحب نظره يعني متوعي، يعني يحكي مو عاد شيء صاير معاه هسه، يحكي من ذوق قديم وشلون نشأ الكون لحتى حالنا هذا، ويمكن شيء ايش بده يصير، يعني متوقع متنبئ انه ايش بده يصير بعدين. بلشنا بدورة مفتوحة للأعضاء مدتها 15 يوم عن كتاب سوسيولوجيا الحرية للقائد. طبعا الكتاب هذا قيم، يحكي عن كل شيء، يعني تقريبا كتاب شامل، يحكي عن القضية الديمقراطية، عن قضية الحرية، عن كل اضطهاد شافه الشعب وطريقة محاكمته، ضمن ألحقوا من قضائه مع منظمة حقوق الإنسان الأوروبية. وطبعا يحكي عن الإنسان شلون ياخذ حريته، شلون ما يظل مضطهد، شلون يعني الإنسان يدافع عن ذاته. طبعا هو حكى الكتاب القائد طبعا مو يحكي بس عن وقتنا الحالي، طبعا حكى عن الإنسان من شلون نشأ وشلون بده يعيش هسه، وشلون ياخذ حريته، وشلون يعيش انسان حر، وشلون بعدين شلون بده يتطور، وشلون بده يكمل حياته بشكل صحيح. فيلسوف طبعا، فيلسوف حكى عن يعني ما قبل الظلم، ما قبل الاضطهاد، مشان هيك القائد الف اكثر من 400 500 كتاب كلهم يحكي عن حريه الانسان وحريه الشخص وحريه هالبلد. طبعا هو ما اختص فقط فئه معينه وحده، بل هو طبعا عن كل الشعب، اشوري سرياني كردي عربي، ما اختص بس بالاكراد قضيه خصوصيه. هو طبعا صار قائد الامم كلها، قائد هو قائد عبد الله وجلان. طبعا قائد ايش قد ما حكينا عنه طبعا صعب نعبر او صعب نوصل او صعب يعني نعطيه ولو 1% من الفضل هو علينا. طبعا احنا كنساء ذات قدم لنا كثير. طبعا احنا ايش قد يعني كان من حقوقنا ضايع، ايش قد كنا مضطهدين قبل، ايش قد بعد ما قرينا، وايش قد بعد ما تثقفنا وفتنا بهالمجال، ايش قد صار عندنا فكر اوسع، ايش قد تطورنا، ايش قد صارت عندنا نظره للحياه نظره مختلفه. طبعا بعد ما يعني قبل يعني كنت دارس بس ابدا ما صحت لي فرصه يعني اني اتوظف او ادخل مجال عمل، او يعني عندي امكانيه اطالعها. بس طبعا بعد ثوره روجافا وطبعا بعدها ثورات النسويه صارت تحررنا اكثر، يعني صار عندي مجال وقمت يعني بعد قمت اقرا بخصوص يعني بعد ما قرأت كتاب مثل كيف تعيش القائد او كتاب سوسيولوجيا الحريه، وبعد ما خضعت لدوره مغلقه طبعا شهر زمان، طبعا تغيرت نظرتي تقريبا شيء 70 80% بالحياه. كانت عندي كثير شغلات غلط يعني بالحياه صححتها طبعا ضمن فكره القائد هو اللي وجهنا عليه. هو شغلات يعني شغلات بسيطه كنا عايشينها غلط، بس خلال فكره اعطانا اياها هو او جمله قال لنا اياها احنا صححنا مسيرنا ومشينا على طريق الصح. وان شاء الله هسه وبعدين نمشي على فكره القائد، وبقدر ما يعني بقد ما نقدر نستخلص الشغلات الكويسه اللي هو اللي بده اياها ونمشي على نهجه الصح ونقدمها لزملائنا بشكل صحيح. مشان الدول الغربيه تلعب راسماليه موظفتنا الشرقيه مشان مصالحها للدول الغربيه، ومشان الارتباط بالعلم. كان القائد دائما يرجع للعلم، كان يرجع للدين. كان القائد يقدر حافظ يعني القران كله، كان يقدر يعني مشان يوصل فكره الدين يعني الاسلام بطريقه صحيحه، مو مثل هلا داعش وهذول عم يوصلوا لفكره الاسلام يعني خلوا حتى المجتمع يعني يغير نظرته للاسلام. يعني مثل ما يكون القائد كان يتطرق للاسلام والدين المحمدي بشكل صحيح. بدنا نوصل فكرتنا يعني لهالمجتمع هذا، ونحن كمؤسسه عوائل الشهداء يعني لازم نوصل فكرتنا وفكره القائد اللي وصلنا لها لحد هلا، يعني ايش بده القائد منا وايش لازم نعمل كمان. نحن هون الزوجات يعني عم نشتغل وعم نساوي يعني عم نقول هون يعني انه لازم نمشي على خط شهدائنا. طبعا من دون شهداء نحن ما نقدر نسوي هالثوره هاي. والثوره روجافا صارت هلا بهالوقت هذا كانت هي هدفها كان المراه. القائد نوه على هالشيء هذا، يقول لان المراه يعني اذا ما كانت ناجحه الثوره كمان هاي ما راح تنجح. نحن لازم نوصل يعني ايش بده القائد منا وايش راح نصل. القائد بده منا حريه امه كامله، خاصه مكون يعني مشان المراه. نحن مكون عربي كنا يعني
قد يعني ما كنا هالشي هذا. بفكر القائد ومرحلة اللي وصلنا لها هلا المجتمع شوي تحرر، ما نقول الكل بس في تطور أكثر. مع ان القائد شوفي محبوس، يعني صارنا تقريبا شي 30 شهر ما نعرف عنه شيء، يعني ومحبوس بين 4 حيطان، بس فكره كان محرر، وصل تقريبا وطلع الجغرافية، وصل عالم أمة كاملة انه حرية المرأة من حرية المجتمع، وحرية الفرد من حرية المجتمع كمان، ولازم يتطور هالشي هذا. يعني ما بدنا نسلب حق حدا وما بدنا نتعدى على حدا، بدنا حقنا يجي لعنا. يعني نحن قاعدين بمكاننا، يعني العدو اللي هاي اللي عم يهاجمنا يعني كله عم يهاجمنا على حقوقنا. نحن ما عم نروح على حدا، بس هن عم يجوا لعنا. ونوه القائد يعني نحن ما نأذي حدا، بس نحن عم ندافع عن حقنا. ونحن أكثر من مرة عم ناخذ تدريب وعم نشتغل عليه كمان، إنه مشان فكر القائد. تدريبنا كله كان ينوه عليه القائد، كان من المجتمع الطبيعي ومن الدين الإسلامي. يعني القائد نوه يعني المجتمع الطبيعي شلون كان قبل ما تصير السلطة والرأسمالية. المجتمع الطبيعي كان طبيعي، يعني أبسط الأمور، بس كان يعني لا في شو اسمه فرق، ولا في، كان دائما في أخلاق، في ثقافة، في دين. يعني بس صارت السلطة خرب هاي، من يصير بالموضوع في سلطة ما ضل أخلاق، وإذا ما ضل أخلاق مجتمع خلاص راح يتدمر، ما راح يصير في شيء. نوه القائد شوفوا نحن من أول كان ينوه إنه المرأة هي الإله، وهي يعني الخلق روح من روح. كانت الأول على دور المجتمع الطبيعي المرأة كانت الإله، كانت هي مسؤولة عن كل شيء. من طلعت الرأسمالية وهالشي هاي والسلطة قدروا يسحبون من المرأة، يعني كل شيء اكتسبته المرأة هم أخذوا منها الرجل. نوه القائد أنه يقال مو قتل الرجولة، قتل ذهنية الرجل. يعني الذهنية شلون يفكر الرجل وشلون سلب حقوق المرأة، لأنه المرأة هي كانت الأساس المجتمع. ولا هلا يعني نوه القائد شوف يرجع من الدين الإسلامي ومن المجتمع الطبيعي لوقت هلا صار 5000 سنة اسلوب يعني اسلوبها كله يعني سلبوها الرجل هاي. بس قدر القائد بشيء تقريبا بالحركة هاي صار لنا فيها شيء تقريبا 10 سنين منوهين عليها، انه القائد ينوه انه لازم ترجعوا على المجتمع الطبيعي، لان هو اساس هالعالم هذا. نحن ما كنا نفكر انه نصل لهالمكانات هاي، بس بفكر القائد وبحرية القائد قدرنا يعني نكسر هالحاجز ونعدي هالمرحلة هاي. وإن شاء الله يعني نحاول إنه نكسر جدار على القائد كمان، ونحرر القائد بفكرنا وفكر القائد. يعيشون بمكان معين، هم طبعا كان الرجل مهم يطلع على الصيد، يعني يقيم شهرين يجيب يعني كوش يصيد ولهم شيء